السردين مش بس بيتخلل، لا ده بيتعمل في صينيه. حاجه هنضف السمك كده بقى. انا نضفته زي ما انتوا شايفين كده وغسلته بالميه هنجيب عصير ليمون، يعني ليمون كده كده شويه في الليمون على ما نعمل الخضار. عندي بقى طماطم، انا حاطه 2 حبة طماطم، وحاطه حبايه بصل وشويه كرفس. عندي هنا توم مهروس، عليه معلقه ملح وعليه معلقه كمون كبيره. هاخد جزء من الهريسه بتاعه التوم دي وهنحطها على الخضار، ونبدا نقلب كل الخضار مع الهريسه بتاعه التوم دي. بعد ما تبلنا بقى السمك كده بالليمون، هناخد السمك مش هنغسله، هناخده زي ما هو كده، وهناخد من هريسة الثوم ونبدأ ان احنا نتبل السمك بالشكل ده. هنتبل كل السمك وارجع لكم تاني. وكده خلصت تتبيل السمك. هنجيب بقى صينية نحط فيها الخضار ده اللي تبلناه برضو. بعد ما رصيت الخضار هنزل بالسمك كده. بصوا رصينا الصينية، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. هنجيب بقى ليمونه كده كبيره. معلش انا حطيت ليمون كتير، انتي ممكن تقللي عدد كميه الليمون، بس انا هنا حطيت ليمونه كبيره هعصرها كده بس على وش الصينيه. اخر حاجه بقى معايا ربع كوبايه زيت. بسم الله. هنسويه ازاي؟ على عين البوتاجاز. هنعلي النار خالص لحد لما يبدا السمك ينزل ميه كده ويبدا يغلي، وبعد هنغطي بغطا علشان يستوي. هو ما بياخدش وقت خالص على النار، بياخد ربع ساعه. بصوا اول ما هيوصل للمرحله دي كده هنبدا بقى نوطي النار وناخد بالنا علشان السمك ده رقيق جدا، يعني بيتاثر جدا بان احنا نفضل سايبينه على النار، ممكن يتهري منه. ادي كده اول 7 دقايق سبته بالشكل ده. هكمل الربع ساعه بقى وانا مغطيه وموطيه عليه خالص. هوطي عليه النار بعدين اوريهولكوا بعد ما يخلص. نفتح بقى عليه كده. بسم الله. عايزه بس اوريكم شكله، شايفين عامل ازاي. هنبدا بقى نقفل. تعالوا بقى اطلعها لكم كده سمكيه. شايفين؟ بسم الله. حاجه كده ولا الريحه تجنن. بسم الله. طبعا هو بيتاكل بالعيش. بصوا عارفين سمك السردين كده اللي هي الانواع الغاليه دي، هو نفس الطعم بالظبط. خطير. واو، طعم الليمون فيه. بصوا انا عايزاكم تشوفوا القلب بتاعه قد ايه. بصوا مستوي بطريقه مظبوطه جدا. اكله هتعجبكم بشكل مش طبيعي. بصوا شكلها عامل ازاي. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب، يا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.